بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وحبايبي وأخواتي الصغيرين، الشباب والبنات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي أحسن صحة وأحسن حال. ذاكرتوا؟ ماشي ماشي، الإجابة الحلوة دي، حاضر، أوكي. طيب، الدرس معانا إن شاء الله هو الدرس قبل الأخير، الدرس الخامس بعنوان الحياة الدينية. هنتناول في الدرس ده إن شاء الله خصائص الحياة الدينية في مصر القديمة. احنا كنا قلنا في الدرس آه، ملامح من الحضارة المصرية القديمة. قلنا إن الحضارة المصرية القديمة تتميز بالتدين. المصري القديم معروف منذ فجر التاريخ بتدينه وتمسكه بالتعليم الدينية، وده اللي خلى ده يظهر في حياته المختلفة لغاية ما المؤرخ الإغريقي هيرودوت لما جه زار مصر وصف الأمة المصرية، أو وصف الشعب المصري بأنه أتقى الأمم، أن الشعب المصري من أتقى الأمم. ودل هذا على شيء، ده سؤال خلي بالك منه، دل هذا على شيء يدل على اعتزاز المصري القديم بالناحية الدينية، أيا كانت معتقداته وأيا كانت الحياة الدينية في مصر القديمة. ولكن كان المصري القديم بيعتز بما يعتقده، صح أو خطأ بقى دي مش قصتنا، ولكن هنتكلم هو إيه بيعتز بما يعتقد به. طيب، هنتناول في الدرس إن شاء الله خصائص الحياة الدينية في مصر القديمة، من أول تعدد المعبودات، والإيمان بالبعث والخلود، الإيمان بالحساب، والسمو للتوحيد، يعني الوصول إلى التوحيد. تعدد المعبودات. المصري القديم عبد العديد من الكائنات الحية وقوى الطبيعة، يا إما حاجات موجودة في الطبيعة يعني، أو بعض الكائنات الحية، يا إما خايف منها زي التماسيح والأسود فيعبدها، يا إما بيستنى منها فائدة زي الشمس والقمر، أو يعجبوا بيها مثلا زي البقرة. مصر القديم في بعض الفترات عبدوا البقرة وسموها لها حتحور، نظرا لأنها تمثل الرحمة والطيبة، تمثل الخير بما تنتجه من فوائد للإنسان. ف زي ما قلنا، إما خوفا منها كالتماسيح والأسود، إما لفائدة ترجى مثل الشمس والقمر، أو لإعجابه بها مثل البقر. طيب، المصري القديم ما كانش بيعبد المعبودات دي لذاتها، يعني هو اعتبر المعبودات دي هي رموز أرضية لقوة خفية. هو يعتقد ان في إله غير موجود، غير مرئي، مش متشاف، لكن رمز لإلهه مثلا بالرحمة فعبد البقرة، الخير اللي بيعم على الناس كل يوم الشمس، القوة والشدة التماسيح، وهكذا. تمام. وانقسمت المعبودات في مصر القديمة إلى نوعين: في معبودات محلية، يعني كل إقليم ليه معبود خاص بيه، في معبودات عامة، ودي اللي تنتشر في كل أنحاء مصر، زي مثلا رع، أمون، أوزوريس، وهكذا. طبعا من العبادات أو المعبودات المصرية اللي وصلت إلى فينيقيا ومنها لأوروبا، يعني زي الإلهة إيه؟ إيزيس، المعبودة المصرية قديمة. ودي طبعا خريطة لأهم المعبودات في مصر القديمة. هي طبعا مش شرط انها تكون حفظ عليك، ولكن يقول لك ايه، يجيب لك حاجة زي كده في الامتحان، يقول لك في ضوء هذه الخريطة او تلك الصورة استنتج. تقدر تستنتج ايه؟ اول ان في مصر فيها معبودات كتير، مصر فيها تسامح ديني، بدليل ان في آلهة في كل مكان، مفيش حصل اعتداء. الا طبعا هنتكلم في جزئية أخيرة خالص، هنعرف المشكلة الدينية اللي حصلت في الآخر. فاستنتج من هنا روح الاعتزاز المصري القديم بدينه، روح التسامح الديني، بدليل ان كل مدينة او كل معبود موجود في مكان مختلف عن الاخر، وده ان دل على شيء يدل على تدين المصري القديم قديما، وايضا تعدد المعبودات في مصر القديم. طيب، المصري القديم كان يؤمن وكان يعتقد اعتقادا جازما به ان الروح هترجع مرة تانية للجسد.
فكان يؤمن المصري القديم بالبعث والخلود. و اعتقد كمان المصري القديم ان الموت ده نهاية مرحلة مؤقتة. انا عايش في الدنيا 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة، هعيش قد ايه؟ لكن هعيش اللي هعيشه، لكن هعود للحياة مرة تانية. ده كان في اعتقاد المصري القديم ان هو هيرجع تاني، اللي هو الايمان بالبعث والخلود. البعث معناه الحياة بعد الموت، اما الخلود فتعني الحياة الابدية. فالمصري القديم نتيجة لاعتقاده في البعث والخلود ادى ذلك الى اثر تبين في بنائه للمقابر الحصينة. انا دلوقتي هموت والملك كمان هيموت، والملك ده اول واحد تمام هيصحى ويصحي شعبه. فلازم نحافظ على جثمان الملك، نضعه فين؟ في مقابر حصينة. يبقى واحد اثر الايمان بالبعث والخلود، المصري القديم بنى الايه؟ المقابر الحصينة زي الاهرامات. ليه؟ لتجنب السرقة او العبث بالموت، عشان الملك لما يصحى يصحي شعبه، ده في اعتقاده هو. طب جثمان الملك ده نحافظ عليه ازاي؟ لما نقوم بتحنيط جثث الموتى. والتحنيط معناه عملية يقصد بها حفظ الجسم سليما بعد الموت، ودي خاصية أو انفراد تنفرد به الحضارة المصرية القديمة. عشان لما يتحنط الجسد هيتم الحفاظ عليه، تيجي بقى الروح في الدار الآخرة بالنسبة له هو في اعتقاده، يعني تيجي بقى الروح تتعرف على الجسد ده. انا بقول يا جماعة في اعتقاده هو، في اعتقاد المصري القديم. احنا عرفنا الكلام ده ازاي؟ من خلال ما تركوا من رسومات ونقوش وايضا برديات. كمان المصري القديم بدأ طب القبر الملك ده هيقعد في القبر فترة طويلة، فعايز حاجة لما يصحى يعني ممكن يحتاجها. عايز يقعد على كرسي يحط له كرسي، عايز ياكل يحط له اكل، عايز يشرب يحط له اواني، عايز يتسلى يحط له شوية لعب يتسلى بيها. ايه ده؟ المصري القديم كان بيلعب في المقبرة، قصدي يعني ليه الالعاب الملكية، يعني شطرنج بقى وحاجات زي كده. فاذا المصري القديم كان بيزود المقبره بتاعته بالضروريات زي ادوات واثاث عشان يستعملها ايه؟ بعد البعث. حلو الكلام، كلام جميل. طيب المصري القديم كمان بما ان انا هصحى بعد الموت، انا دلوقتي صحيت بعد الموت، هروح فين؟ فاعتقد ان هناك محكمه للموتى. المصري القديم من خصائص الحياة الدينية في مصر القديمة الإيمان بالحساب بعد الموت. المصري القديم قال لك أنا هنتقل لعالم آخر بعد ما أموت، هصحى في وقت تاني في مكان تاني، وفي في المكان التاني اللي هروحه دي محكمة، والمحكمة دي محدش هيتظلم فيها بقى. عشان كده هنا هنجد إلها ماعت، مش احنا اتكلمنا عنها في درس الحياة الاجتماعية؟ جينا لقيناها هنا. أنا كإنسان ما خدتش حقي في الدنيا، اللي لها ماعت هتجيب لي حقي في الآخرة. ده اعتقاد المصري القديم. طيب المحكمة دي بقى يا أستاذ طارق وزميلك حسين اللي بيلعب في شعره دوت مش مركز معايا، المحكمة الموتى كانت بتتكون من 42 قاضي. اشمعنى 42 قاضي؟ شوف الفلسفة الدينية بتاعت المصري القديم. لأن مصر كانت مكونة من 42 إقليم، ولكل إقليم حاكم، وكان لكل إقليم معبود. إذا المعبودات دي هتبقى موجودة في المحكمة. طيب مين بقى اللي هيقعد يشوف قصاده العملية اللي بتحصل ومحاكمة الموتى؟ الإله أوزوريس. ايه ده يا مستر، واحنا هنصحى يوم القيامة نحاكم قصاد يا حبيب قلبي؟ انا بقولك في اعتقاد المصري، هو اعتقد كده يا حبيبي، في اعتقاده هو. هو سجل الكلام ده على برديات وفي نقوش وعلى المقابر وفي معابد وغيرها. هو اعتقد كده. احنا هنصحى وهنتحاسب قصاد ربنا سبحانه وتعالى. هو اعتقد بقى ان هو في صد محكمة، ده اعتقاده هو. ده اعتقاده هو والله العظيم، اعتقاد المصري القديم ان هو يقصد محكمة فيها 42 قاضي، والاله اوزوريس هيكون هو رئيس ايه؟ هذه المحكمة، باعتبار ان هو اله الموتى. والمحكمة بيكون فيها ميزان زي ما حضرتك شايف كده، والميزان ده فيه كفتين. الكفة الاولى يوضع فيها قلب المتوفى، والكفة الاخرى توضع ريشة. يا مستر يعني ايه ريشة؟
يعني الريشة دي هتبقى قد يا حبيب قلبي في اعتقاده والله هي حاجة رمزية مش أكتر، رمزية للعدالة. تمام. طيب ركز بقى معايا أو خد التقيلة بقى. فإذا رجحت كفة القلب، يعني لو قلبه رجح يعني نزل لتحت شوية، طب يعني الميزان طب ناحية القلب شوية، معنى كده إن صاحب القلب ده إيه؟ شرير. إذا قلبه فيه شر كبير جدا جدا جدا. إيه ده يا مستر؟ هم هياخدوا قلب يا حبيبي والله تمثيل، تمثيل يا حبيبي، تمثيل، تمثيل في اعتقاده هو. يعني اعتبرها تمثيل. هو لما البطل بيتضرب بالنار بيموت بحاله حي يعني؟ لا طب. هو ده يعني اعتبره تمثيل يعني. هو في اعتقاده في ظنه هو ان ممكن يحصل الكلام ده. المهم صاحب القلب لو قلبه رجحت كفة القلب، معنى كده ان صاحب القلب ده شرير، وكده بيسلم نفسه للكائنات المفترسة اللي موجودة اللي ايه بتقطع جسده، ودي بالنسبة له النار اللي هيخشها. طيب لو رجحت كفة الريشة، لو الريشة هي الأتقل من القلب، يا مستر أشرف الريشة هتكون أتقل من القلب؟ حبيبي والله العظيم، والله العظيم في اعتقاده هو، لو رجحت الكفة بتاعت الريشة، ما القلب وريشة، القلب في كفة والريشة في كفة، لو الكفة بتاعت القلب رجحت ده يخش النار اللي هو الايه، ده راجل وحش ويخش النار اللي هي ايه، كائن مفترس بيقطع جسده. طب لو رجحت كفة الريشة، معنى كده انه كان راجل طيب ومحترم وقلبه نظيف وزي يعني حد محترم جدا، فيخش الايه، الجنة. والجنة بالنسبة له كانت ايه، يعني نعيم وفواكه وخضروات وانهار. تمام يا سيدي. النقطة الرابعة وهي السمو إلى التوحيد، اللي هي العبادة الأتونية، اللي صاحبها الملك أمنحتب الرابع اللي هو لقب نفسه بإخناتون. المصري القديم بدأ يعني الملك إخناتون بدأ يشوف يا جماعة، لا احنا هو يعني ما ينفعش يبقى فيه أكتر من معبود، لازم أوحد المعبودات دي كلها في شخص أو في رمز إله واحد، وأجمع الناس على عبادة هذا الإله. نادى لعبادة إله واحد وسماه الإله أتون، ورمز له بقرص الشمس اللي الناس لازم كلها إيه تعبده، ومفيش حاجة اسمها تعدد آلهة. وبعد كده غير اسمه من إخناتون، من محطب الرابع إلى إخناتون، وكلمة إخناتون هنا معناها المخلص لله أتون. وكمان عمل تغيير في العاصمة، نقل العاصمة بتاعته من مدينة طيبة إلى مدينة ختاتون اللي هي دلوقتي مدينة تل العمارنة في محافظة المنيا. ليه؟ عشان يكون بعيد عن معارضيه، عشان طبعا هيلقى يعني عداوة شديدة من كهنة أمون اللي مش هيسيبوه في حاله. طيب النتائج المترتبة على دعوة أو على ثورة إخناتون إن كهنة أمون زي ما قلت لكم من شوية إن هو ما سابوهوش في حاله. هم مستفيدين من وضعهم اللي موجود. أنا قلت في درس سابق، درس الزراعة او درس الحاله الاقتصاديه في نقطه الزراعه لو ترجع لها، ان الملك كان بيعطي بعض الاراضي كملكيه اوقاف للانفاق على المعابد والمقابر. فطبعا كانوا مستفيدين جدا كناحيه سياسيه وضعهم في الدوله، كناحيه اقتصاديه شخصيه الامتيازات اللي كانوا بيحصلوا عليها. جه الملك منع عنهم، قفل عليهم كل هذه الامتيازات، وبالتالي يعني باشروه العداوة في العلن وفي الخفاء من أجل إنهاء دعوة إيه؟ إخناتون تماما. أيقنوا أن دعوة إخناتون ستفقدهم سلطانهم وجاههم والامتيازات اللي كانوا بيتمتعوا بها ده في حالة نجاحه. فبدأ يحصل صدام مباشر. الملك إخناتون بدأ يعني يتفرغ لدعوته الدينية. بدأ يأثر دوت تأثير سلبي على ممتلكات مصر في الخارج، أهمل شؤون السياسة والحرب، بدأ يتفرغ لمواجهة خصومه. فبدأت الأملاك الإمبراطورية المصرية في سوريا تتعرض للتفكك. وعلى الرغم من صدق نوايا إخناتون إلا أن دعوته لم تدم طويلا. على الرغم من صدق دعوة إخناتون
إلا إن دعوته لم تدم طويلا، رغم إن هو كان مخلص جدا في دعوته، إلا إن الدعوة بتاعته ما استمرتش فترة طويلة. ده بسبب إيه؟ بسبب محاولة بعض أنصاره فرض الدعوة بتاعته بالقوة مش بالتدرج والحكمة. ودي حاجة طبعا درس نتعلمه، إن إحنا نتعامل مع الناس بحكمة، إن إحنا لو شايفين خطأ قدامنا نعالجه بحكمة مش بتسرع، وأمر قد يؤدي لكارثة أكبر. كمان سبب انهيار وانحصار دعوة إخناتون الثورة المضادة اللي قام بها كهنة آمون ضد دعوة إخناتون، مما يعني كان سببا في تحطيم المعابد بتاعته. كل حاجة عملها اتحطمت. كمان العاصمة بتاعته لم يبقى منها سوى بقايا بسيطة، وتم القضاء تماما على عبادة أتون. يبقى من الدروس المستفادة ان احنا ايه، يعني نستخدم التدرج والحكمة في نشر الدعوة. حتى ده من اخناتون ومن كهنة امون نفسهم، لان كهنة امون نفسهم هم كمان وقعوا في هذه المشكلة، وهي فرض دعوة امون ايضا بالقوة. دي كانت طبعا ايه، من اهم الدروس المستفادة. طيب، هل للدين أثر في أخلاق المصريين، ولا كان المصريين بيروحوا يمارسوا بعض الشعائر في المعبد وبره يخرجوا ويعملوا اللي هم عايزينه؟ بص يا سيدي، والله هو في كل مجتمع في الحلو وفي الوحش. بس عامة في تاريخ مصر القديم كانت التعاليم الدينية تعتبر هي ضمير الأمة، هي الدستور اللي مش مكتوب. دستور يعني قوانين مش مكتوبة، يعني بتحدد العلاقات الإنسانية أو الاجتماعية، بتحث هذه التعاليم الدينية على الفضيلة ونبذ الرذيلة. بتدعو كمان، المصري كان بيحاول ان هو يكون متحليا بالصفات الحميدة، عشان عارف ان هو لو عمل حاجة وحشة في الدنيا هتيجي الآلهة وتفترسه، او الكائنات الشريرة وتفترسه في الآخرة. عشان كده كان هو بيقوم دايما بالابتعاد عن الرذائل، ويمتثل لأوامر الآلهة من أجل يحصل على من أجل صلاحه في الدنيا وطمعا في ثواب الآخرة. كده يا سيدي نكون وصلنا لنقطة مهمة، وهي التواصل الديني المصري مع أفريقيا. منطقة النوبة طبعا، وأنا بتكلم عن منطقة النوبة أقصد بها شمال السودان، اتأثرت بأفكار المصريين القدماء من خلال الحياة بعد الموت والبعث والخلود. في بعض المعبودات المصرية انتشرت في بلاد فينيقيا زي عبادة أمون وحتحور. كمان في بعض أو المصريين القدماء اعترفوا ببعض الآلهة النوبية واعتبروها ضمن قائمة المعبودات، على أساس إن إحنا ناقصين آلهة يعني، أو ناقصين معبودات. فجابوا لنا معبود جديد من أفريقيا من النوبة، وهو المعبود إيه؟ ديدون. ماشي يا رجالة؟ طيب، نختم بقى معاكم بسؤالين ثلاثة. كهنة أمون عارضوا دعوة إخناتون. ما تستعجلش وتقول لي دينية، تمام؟ هو كان ليهم حاجات تانية غير الدينية، ما كانش الدافع الديني هو اللي بيحركهم يعني. عرضوه من أجل إيه؟ دينية واجتماعية، أسباب سياسية واقتصادية، ولا سياسية وشخصية، ولا اجتماعية اقتصادية واجتماعية؟ مم. لا، هي سياسية وشخصية. يعني سياسية عشان وضعهم الاجتماعي الموجود، وشخصية عشان كان دعوة إخناتون ستفقدهم مكانتهم، وستفقدهم كمان سلطانهم والامتيازات اللي بيحصلوا عليها. يبقى سياسية وشخصية. سياسية وشخصية. طيب، نيجي للسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول يا سيدي: عبادة المصريين القدماء للشمس، عبادة المصريين القدماء للشمس تؤكد على اعتقادهم في ايه؟ هم في بعض الاوقات كان المصريين القدماء بيعبدوا الشمس.
معنى كده خلي بالك وركز قوي، ما تستعجلش. اعتقادهم في الحياة بعد الموت، العبادة الآتونية، عبادة آتون يعني، تعدد الآلهة، الحساب بعد الموت. أنا عارف إن دماغك دلوقتي بتوين كلها وعمال تلف حوالين نفسك تقول ما كلهم صح. ركز. الشمس هنا رمز الإيه؟ التجدد. بتروح وبتيجي، يعني بتموت وبتحيا من تاني، يبقى الحياة بعد الموت. الشمس بتمشي وبتشرق تاني، إذا أنا هموت وهصحى تاني. فالمصري القديم عبادته للشمس بتؤكد على اعتقاده في الحياة بعد الموت. آخر سؤال: إيه العلاقة بين الأثاث الجنائزي والأهرامات؟ نرجع للجزئية ورجع الفيديو شوية للجزئية بتاعت الإيه؟ الأثاث الجنائزي. هو المصري القديم اعتقاد منه في الثواب وفي البعث بعد الموت، وإن هو يتحاسب. فكان المصري القديم بيدفن جثث الموتى بتوعه في مقابر إيه؟ في مقابر حصينة. طيب، المقابر الحصينة دي زي الإيه؟ زي الأهرامات، عشان يحميها من السرقة. طب المصري القديم محتاج إيه معاه؟ محتاج أثاث. إذا تم وضع الأثاث الجنائزي مع الميت لحاجاته في الحياة الأخرى، وللحفاظ على هذا الأثاث وجسد الميت، فبنوا له مقابر حصينة مثل الأهرامات عشان تحميها من السرقة. وبكده يا سيدي نكون شفت بقى الدرس ده سهل ازاي. وبكده نكون وصلنا لآخر جزئية في درس النهاردة. درس كويس وسهل، وإن شاء الله لما نطبق عليه أسئلة وفي وقت المراجعات هتبقى الدنيا أسهل بكتير إن شاء الله. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.